السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ رمضان كريم إن شاء الله. أنا تأخرت عليكم بالتصوير بسبب شوي صحي بإيدي. سويت لكم اليوم، أنا جبت لكم طريقة المعروكي السوري بطريقة سهلة وكتير كتير ممتازة، وإن شاء الله من أول تجربة بتنجح معكم. شلون شوفي شلون قطن. خلينا نشوف طريقتها ومقاديرها. هلا هون عندي مواد المعروكة. أنا بحتاج هون عندي بياض البيض. طبعا أنا بعض الأحيان ما بحط إلا بيض، بس مشان ما تضل هون الصفار للوجه، والبياض راح أحطه على الطحين. هلا هون عندي نص معلقة ملح صغيرة، عندي معلقة صغيرة شمرة، معلقة ونص، يعني تقريبا معلقة كبيرة ينسون. هون كمان معلقة صغيرة محلب، تقريبا 100 غرام زبدة. هون عندي معلقة صغيرة كمان مليانة خميرة فورية. هون بحتاج لنص كاس سكر ونص كاس زيت تقريبا، مو كتير. وبحتاج هون للبيكنج بودر والفانيليا. طبعا الفانيليا أنا ما راح أحطها هلا في الوقت الحالي. وهون عندي 5 كاسات طحين. أنا هون عندي الحليب، طبعا الحليب فيتير، ما نعبي الكاس كتير، تقريبا 3/4 الكاس. هاي اختبار للخميرة. هون راح ضيف معلقة سكر وراح ضيف الخميرة. راح ضيف لها معلقة طحين. هلا راح اعيف عجلة. هلا اول اشي راح ضيف السكر والزيت والزبدة. هود اول خطوة. هلا هون عندي كاسة حليب. هلا راح اضيف المواد الجافة. هلا راح افتح حفرة بالنص. مثل ما انكم شايفين ما خليتها كتير تطول. شلون دغري طلع لها رغوة وجهها، معناها الخميرة ظابطة 100%. هاي العملية ضروري ضروري جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما بنعرف المعروفة لازم تكون شوي يعني طري، ما تكون قاسي. انا راح اضيف تقريبا معلقتين. طلعوا لي ما شاء الله على هالقوام، شايفين. هلا راح اضيف تقريبا معلقة زبدة، يعني بدي نعمها، ارجع جنب الزبدة، بدي العجينة تنعم. هلا بعد ما نعمتها بالزبدة مثل ما انتم شايفين ما شاء الله شلون صار قوامها. انا هذا هو القوام اللي بدي اياه. هلا راح اعيفها تختمر تقريبا نص ساعة، من نص ساعة لل40 دقيقة، اقل ما راح اخليها.
بعد ما مرت علي النص ساعة تقريبا. شايفين شلون اختمرت. هلا بجي عندي هون هاي الصينية. انا هون حطيت ورقة زبدة. هلا نبدأ. هلا انا مديتها بهالشكل، مديتها بالصينية. طبعا هاي المعروكي انا عملتها سادة، ما حطيت بقلبها شيء. هلا راح اغطيها وراح اعيفها تقريبا كمان تلت ساعة، من تلت ساعة لنص ساعة، خليها كمان تختمر. هلا هون انا عندي صفار البيضة، وهون عندي حليب، فانيليا. هلا راح اضيف نص ظرف فانيليا، راح اضيف معلقة حليب، هون راح اضيف نص معلقة سكر، كمان راح اضيف تقريبا معلقة زيت. هلا هون عندي سمسم مخلوط بشوية حبة السودا، حبة البركة. هلا راح احطها بالفرن على درجة حرارة 180 بالوسط. بتاخد معي تقريبا نص ساعة. هلا بعد ما انتهينا اخذت معي تقريبا نص ساعة. طبعا ما شاء الله شلون ارتفع حجمها. انا ما راح اقلكن على ريحته، ريحة اليانسون والشمرة فيها بتاخد العقل. انا راح اغطيها بهالبشكيرة دشها تقريبا ربع ساعة، وبعد منها راح ادهنها بشوية قطر. اللي بيحب يدهنها بقطر، بيحب ما يدهنها. هلا هاي نهايتها، شايفين ما شاء الله، شايفين، شوفوا شلون ارتفاعها. وزاد عندي عجينة سويتها، كمان سويتها بهالشكل مثل ما انتم شايفين. حشيت قلبها شوكولاتة. بسم الله، شايفين على المنظر. وصحتين وهنا، انتظرونا فيديوهات قادمة ان شاء الله.